سريعا كده تكمل الفيديو ده لو انت بدأت تحس ان انت مش قادر تتمرن او عادي التمرين بالنسبة لك بقى عادي. التمرين بالنسبة لك هيبقى عادي وانت فقدت الشغف فيه لما الترانسفورميشن بتاعتك تبدأ تقل. انا مفيش نتائج كبيرة، النتائج بدأت تقل ليه؟ ان انت حضرتك اول حاجة الاكل مش متظبط. لا انا مظبط اكل، طب تمام. نومك مظبطه، طيب تمام. تمرينك مظبطه، طيب. السبلمنت بتاعتك 90% ما بتاخدش مكملاتك كاملة، 90%. ولو حد بياخدها كاملة انا هديله شهر فور فري، يعني عادي جدا. بس احنا كلنا بناخد بروتين كرياتين، ده الاساسيات محدش يقدر يتكلم فيها، وعادي ممكن تستغنى عن البروتين بس يعني ضعيفا شوية. طيب ايه بقى اللي بعد ده؟ يعني ايه ممكن لو انا مثلا عندي مشاكل في الجوينتس مفاصل، عندي مشاكل في النوم، عندي ارهاق، عندي توتر، عندي ستريس، عندي ان انا مثلا قبل التمرين بعد التمرين مش قادر، حاسس ان انا الموضوع صعب بالنسبه لي، مرهق، ببقى في الشغل باجي الجيم تعبان. اخد ايه؟ اعمل ايه؟ ايه الحاجه اللي هي هتحسن لي كل الحاجات دي؟ كل ده بيبقى اكلك او مكملاتك، بيبقى صعب شويه من الاكل فبتاخده مكملات. 90% بقى مش عارف المكملات دي. اعرف جسمك وافهم ايه المشكله اللي في جسمك، ولو عندكم سؤال اسالوني اجاوبكم بشكل عام. لكن لو حد عايز كستمايز يكلمني، تواصل معايا وبعمل مع ميتنج وبنبدأ مع بعض. سلام.